مين فينا ما بيحبش مخبوزات الافران؟ متهيالي كلنا كبار وصغيرين بنحب مخبوزات الافران، وانا واحده عاشقه لمخبوزات الافران. وان شاء الله هيبقى في سلسله لمخبوزات الافران هتنفعنا قوي. المخبوزات دي طبعا هتنفع معانا في اي وقت، معانا هتعتمديها. فيديو النهارده هنبدا بيه بطريقه ترسة الافران. ترسة الافران معروفه كلنا عارفينها، بتكون بالعجوه. طريقه هتكون خفيفه وهشه وجميله جدا مع كوبايه شاي او كوبايه لبن. تعالي كده النهاردة نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ بيوم جديد وفيديو جديد. وتابعيني معايا لآخر الفيديو في الطريقة. معايا نص كيلو دقيق بنخلهم كويس جدا بالمنخل. نص كيلو دقيق كل ما هتنخليه كل ما هتدخلي هوا في الدقيق وبتكون الفطاير بتاعتك خفيفة. ومعايا رشة ملح كمان هحطها على الدقيق بتاعنا. ومعايا ربع كوباية زيت هضيفها عليهم. ومعايا ربع كوباية سكر هضيفها كمان على الدقيق بتاعي. الدقيق بتاعي طبعا بيكون، قلنا ان هو بيكون منخول. هاخد كل المكونات دي وهاخد لبن. نص كيلو دقيق تقريبا بياخد كوبايتين لكوبايتين ونص لبن. وزي ما انا دايما في كل فيديو بقول لكم، دايما بناخد نص كمية الدقيق، نصها لبن. اللبن بيكون دافي عندي. هفضل اعجن فيها لحد ما الم. بس انا بضيف شويه شويه. قلنا لو استخدمنا لبن يبقى او ميه او اي خليط فيه سوائل يبقى اضيف شويه شويه، لان انا طبعا نوعيه الدقيق بتختلف من مكان لمكان وعلى حسب كل نوع. كنت مجهزه عندي الخميره بتاعتي، معلقه خميره فوريه، معلقه سكر، ربع كوبايه ميه دافيه، وكنت سايباهم لحد ما اتفعلت الخميره. وبعد كده ضفتهم في الاخر على الخليط بتاعي، وفضلت اعجن لحد ما وصلت عندي العجينه بالشكل ده. العجينه عندي هنا مفتوحه وطريه. لو انت مش عايزاها طريه ممكن تزودي شويه دقيق او تقللي كميه السوائل وهتكون عندك مظبوطه. عندي معايا كمان ربع كيلو عجوه. العجوة هنا كانت عندي في التلاجة، فأنا فكيتها بمعلقتين سمنة بلدي على النار. هاخدها لحد ما هتطرى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمسكيها زي المعجون ومش بتلزق في الايد. مش بضيف لها ميه ومش بضيف لها اي حاجه خالص، يا دوب بس انا فكيتها بمعلقه سمنه بلدي على البوتاجاز. اجيب كميه العجوه اللي عندي وهبدا اشكل فيها، هعملها صوابع لحد ما اخلص كل الكميه بتاعتي. صوابع طويله هخلص كل الكميه بنفس الشكل وانا شغاله فيها. باخد جزء جزء بالتقريب، يعني انا مش ماشيه بميزان ولا اي حاجه خالص. بالتقريب كده باخد جزء، ممكن تكون 30 جرام 50 جرام بنشتغل بيها، يعني زي ما انت عايزه الحجم بتاعها. انا بحب ان انا اخدم العجينه بتاعتي وكمان بتكون مخدومه واخده كميه عجوه حلوه. احنا بنشتريها من الافران بتكون كميه العجوه يا دوب حاجه بسيطه، لكن انا بعمل حاجه في البيت لاولادي مغذيه، فانا بزود كميه العجوه عشان تكون كميه العجوه كبيره، فمش هوفر في كميه العجوه. استخدمت ربع كيلو عجوه، انت ممكن تكتري على حسب ما انت بتحبي. لو ما بتحبوش قوي العجوه فخلاص هتقللي كمية العجوة بتاعتك اللي انت هتحطيها، هترفعيها وهي دوب هتاخد العجينة بتاعتك. العجينة هتبقى اكتر من العجوة. هنا عندي الخميرة، عندي العجينة عندي خمرت، وهقطعها كور صغيرة قد البرتقانية الصغيرة. وهقطع كل الكمية بنفس الشكل. انا اخدتها وهي خمرانه، ما هبطش الخميره، لا انا قطعتها وهي خمرانه عادي. هاخد كوره كوره وهفردها عندي بالنشابه. وبعد كده هجيب عندي قطعه العجوه وهلفها على العجينه زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. تمام. وبعد كده هروح الفها زي القرص، وهروح اثبت الاطراف بتاعتي كويس جدا عشان ما تفكش مني في الفرن. تمام. بقت على شكل دايره. حضرت عندي الصاج في ورقة زبدة ورحت حطيت عند الفطاير بتاعتي. هشتغل واحدة كمان قدامكم. اخدتها وفردتها، هسيبكم بقى تشوفوها. خلصت كده كمية، وبعد كده بالسكينة وهبدأ ان انا افتحها على شكل وردة. هخلص الكمية اللي انا عملتها. عندي طريقة تاني هشتغل بيها في تشكيل العجين. دي طريقة حبيت اوريها لكم.
ممكن هنا احط العجوة بتاعتي بس يا دوب ان انا المها. وبعد كده خلاص بقفل الاطراف بتاعتي، وبعد كده خلاص بحطها في الصاج بتاعي بالمقص. بس هنا بفتح عندي بالمقص مش بفتح بالسكينة. عندك مقص، والطريقة دي سهلة جدا على ايديكي وبتشتغلي تقطعيها بالمقص. هاخد واحدة كمان. اهم حاجة ان تقفله كويس، وان مكان ما هنقفل العجين بتاعي بيكون لتحت على الصاج عشان ما يفتحش، والجزء اللي بيتلاقى مع بعضه لازم ان انا اضغط عليه كويس عشان ما يفتحش مني في الفرن. ومكان القفلة هيكون موجود على الصاج، يكون لتحت ما يكونش لفوق، لان احنا لو سيبناها لفوق هتفتح. دي طريقة بقى تانية للتشكيل. اخدت الدايرة بتاعتي هعملها مقفولة وحطيت فيها العجوة، وبعد كده بالمقص وهبدأ افتحها زي الوردة. عندنا تشكيلة ترسى بالشكل ده او الشكل ده، الشكل اللي تحبوه اعملوه. بسيبها خلاص، بتاخد ساعة معايا او نص ساعة على حسب الجو عندك لحد ما خمرت وتضاعف حجمها اهو ل3 4 اضعافها. جهزت عندي معلقة عسل اسود وعليهم معلقتين مية، خففتهم بمية ودهنت الوش بتاعي. احنا ممكن ندهن قلنا بعسل اسود او مية بسكر او لبن او بيض. الناس اللي مش بتحب انها تدهن اي معجنات بالبيض ممكن تستخدم اي حاجة من اللي انا قلتها. بعد كده هرش عليها شوية سمسم. هخلص كل الكمية بتاعتي بالسمسم. السمسم طبعا فيه غذاء ومفيد جدا. خلاص هدخلها على فرن على 180 درجة، وبعد كده هتاخد معايا حوالي ربع ساعة، وبعد كده هفتح عليها الشواية وهخرجها من الفرن. هتكون بالشكل ده. شايفين التسوية بتاعتها جميلة جدا، بس هي كانت سخنة هنا فما كنتش قادرة ان انا امسكها. شايفين جميلة هشة جدا وبيضة من جوه، فعلا هشة ويعني حلوة قوي للفطار. لو وصلت معايا لحد هنا حط لايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. هتوحشوني لحد الفيديو اللي جاي. مع السلامة.